ايه اخر اخبار الاهلي والصفقات النادي الاهلي والراحلين وكل ما يخص الاهلي قبل كاس العالم للانديه 2025 في امريكا؟ تابعوا الفيديو وهتعرفوا كل حاجه تخص الاهلي قبل كاس العالم للانديه. ونبدا بالراحلين عن النادي الاهلي واللي هيمشوا قبل كاس العالم للانديه في صيف 2025. ونخش في اول لاعب، هو اللاعب رامي ربيعه بانتقاله الى نادي العين الاماراتي انتقال حر. وقرار اللاعب وبين ان اللاعب اصلا ماضي مع نادي العين الاماراتي، وده اول لاعب. نخش في تاني لاعب، هو اللاعب خالد عبد الفتاح وخروجه الى من النادي الاهلي في الانتقالات القادمه الى اي نادي مصري، وبالاقرب سموحه او ممكن زد او اي نادي في الدوري المصري زي ما قلت لكم. ونخش في تالت لاعب، هو صفقة انتقال حر ايضا، وهو اللاعب حمزة علاء. الحارس حمزة علاء هيخرج من النادي الاهلي في صفقة انتقال حر، وهينتقل الى النادي في الدوري الفرنسي درجة تانية. حمزة علاء زي ما قلت لكم دلوقتي انه هينتقل لنادي فرنسي في الدرجة التانية. ونخش في رابع لاعب، هو اللاعب عمر الساعي وانتقاله لأي نادي في الدوري المصري بس على سبيل الإعارة. واللاعب ده انا معرفش ليه حاسس ان هي هتبقى الاقرب لنادي الاسماعيلي، هيعير لنادي الاسماعيلي ويرجع تاني. ونخش في خامس لاعب، هو اللاعب عمرو السولية. عمرو السولية بعد كلام كتير، عمرو السولية خارج النادي الاهلي قبل كاس العالم للاندية 2025، وده قرار من النادي. وفي كلام ان بيتقال ان ده قرار برضك من ريفيرو مدرب الاهلي الجديد. ونخش في سادس لاعب، هو اللاعب اكرم توفيق وانتقاله المحسوم الى الدوري القطري، الى الشمال القطري تحديدا. وده خلصان من الشتاء اللي فات وكان بيعافر مع النادي الاهلي، بس الاهلي ما عارف ان كل حاجه متخلصه، فاكرم توفيق ده هيبقى سادس لاعب راحل عن النادي الاهلي. ونخش في سابع لاعب، وهو اللاعب كريم ندفد، واللي اتحسم امره الانتقال الى يا اما نادي البنك الاهلي يا اما نادي زد او ممكن نادي تاني في الدوري المصري برضو. وده هيبقى انتقال هيمشي من النادي الاهلي عشان ما فيش المدرب غير مقتنع باللاعب، وبيقول مش عايزه في الوقت القادم. ده من لاعب، وهو اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو اللي انتقل للصفاقسي، جاي من النجم الساحلي انتقل للصفاقسي. واللاعب ما كملش كتير مع النادي الاهلي، بس اللاعب هينتقل على سبيل الاعارة ايضا الى نادي زد. وعلى سبيل الاعارة يعني مش هيبقى في كلام كتير، يعني هيبقى على سبيل الاعارة وممكن تكون داخلة في صفقة تبادلية مع العش، هتبقى سبيل الاعارة ويدونا العش بيع نهائي. نخش في تاسع لاعب، هو اللاعب رضا سليم. لاعب رضا سليم بعد ما اتصاب إصابة طويلة، اللاعب ممكن بنسبة كبيرة برضو يخرج إعارة للنادي في الدوري المصري عشان الإدارة محتاجة تشوفه والمدرب محتاج يشوفه. ونخش في صفقات النادي الأهلي قبل كاس العالم للأندية 2025 في أمريكا. هنبدأ بأول لاعب واللي هي محسومة من الشتاء اللي فات، انتقالات الشتوية اللي فاتت، وهو اللاعب محمود حسن تريزيجيه. اللاعب اللي عاد لبيته بعد سنين قضاها في الاحتراف، رجع للنادي الأهلي تاني في انتقال من الريان القطري إلى النادي الأهلي، ودي صفقة هتفيد النادي الأهلي قوي في كأس العالم للأندية. تاني لاعب هو اللاعب محمد علي بن رمضان، بعد مفاوضات كتيرة مع اللاعب ومع النادي بتاعه، بس الأهلي قرر إنه ينهي التعاقدات ويمضي مع اللاعب محمد علي بن رمضان، وتبقى الصفقة التانية للنادي قبل كأس العالم. نخش في الصفقة التالتة، وهي الإثارة جدلا على السوشيال ميديا والإثارة جدلا في مصر، هو اللاعب أحمد السيد زيزو، اللي هيتم الإعلان عنه في أول يوم من العيد الأضحى. يعني هتبقى عادية لكل الأهلاوية، بجد هتبقى عادية لكل الأهلاوية بانتقال أحمد السيد زيزو والإعلان عنه. وده هيبقى صفقة هتفيد النادي الأهلي في الجناح الأيمن، صفقة هتبقى تقيلة برضو، ده لاعب ما يستهانش بيه. نخش في رابع لاعب، هو اللاعب والحارس بمعنى أصح حارس الحدود محمد سيحة. حارس كل الجمهور هيقولك ده شايل مننا 5، بس الحارس لو ركزت هو شايل أصلا، شايل الاجوان اللي شايلها، شايل 10.
يعني هو غير اللي دخل فيه، هو شايل 10 من اللعيبة ما كانتش مساعداه، فكان حارس هيفيد النادي الاهلي. بس انا كنت بتمنى ده يجي بسبب ايه بقى؟ انتقال محمد الشناوي مش انتقال حمزة علاء، فدي هتبقى برضو استفادة للنادي الاهلي. نخش في خامس لاعب، وهو اللاعب عمرو الجزار، لاعب مدافع بقى، صح، مدافع المحلة نادي غزل المحلة. هو مدافع صخرة ولاعب يعني من اروع المدافعين في الدوري حتى الان، ويمكن احسن مدافعين الدوري حتى الان. وده هيفيد النادي الاهلي في الدفاع قوي 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 في كاس العالم للانديه. ونخش في سادس لاعب، هو اللاعب ياسين مرعي، مدافع نادي فاركو. واللاعب ده هيفيد النادي الاهلي قوي في الدفاع، وهيزود من قلوب الدفاع اللي هي ناقصة عند النادي الأهلي، ويفيد النادي في كأس العالم للأندية، ودي البطولة الأهم للنادي الأهلي. ونخش في سابع لاعب هو مين بقى؟ محمد شكري اللي كل جمهور الأهلي يعرفه. كل جمهور الأهلي يعرف اللاعب، كان بيلعب في النادي قبل كده، ناشئ النادي الأهلي سابقا، ودلوقتي بيلعب في نادي سيراميكا كليوباترا. اللاعب كان حاطط شرط في عقده مع نادي سيراميكا كليوباترا ان لو النادي الاهلي طلبه هيتباع ب15 مليون جنيه بس. وده باك شمال روعة، رجل، فاولات، متوفر له كل حاجة، بجانب اللي هيقعدوا ممكن يحيى يقعد والدبيس يقعد، وممكن علي معلول يكمل برضك في كاس العالم، فهيفيدنا اكتر. نخش في تامن لاعب، هو اللاعب عمرو ناصر، مهاجم نادي فاركو. لاعب بامكانيات، انا من اول ما شفته مع نادي فاركو من اول بداية السنة قلت ان اللاعب هيجي منه امكانيات روعة، وبجد اللاعب جه منه امكانيات روعة. وسجل قدامك، هتقولي كان بيلعب ناشئين، سجل قدامك في كاس الرابطة كان بيلعب ناشئين، بس سجل هدف حلو عالمي، هدف عالمي، وتكنيكه روعة، ومن هدافين الدوري حاليا. ونخش في تاسع لاعب، هو الاخير، وهو اللاعب مصطفى العش. هتقولي مصطفى العش مين؟ مصطفى العش، ايوه، اللي في الاهلي. ايوه، مصطفى العش اللي في الاهلي، لان مصطفى العش اللي في الاهلي هو مع الاهلي اعارة 6 شهور. الاهلي بنسبة كبيرة هيخلص مع اللاعب في الانتقالات القادمة، وممكن تتعمل صفقة تبادلية بينه وبين كريستو يعير الى النادي زد، والنادي الاهلي يشتري مصطفى العش بيع نهائي، ويبقى اللاعب لاعب ملك النادي الاهلي بس. ويبقى كده خلصنا فيديو الصفقات والراحلين وكل ما يخص الاهلي قبل كاس العالم. واستنوا فيديو هقول لك التشكيله المثاليه لكاس العالم، ونتكلم عن الدكه وريفيرو هيعمل ايه في كاس العالم وكل ده. استنوا الفيديو وبس كده، سلام.